خالدات في الذاكرة. كان هذا هو عنوان العرض الشرفي لفرقة جسور للإقامة الجامعية عين البي 9، نص وإخراج المخرج المسرحي كريم بوتشيش. كانت تجربة هي في الحق يعني نعتبرها ورشة فنية أكثر منها أنه إنتاج العمل المسرحي، لأنه كاين العديد من الطلبات اللي راهم باسيوني بالعمل المسرحي وش يديروا. يعني المعاملة نتاعي ما كانتش مع فرقة محترفة، هي مع طلبة. يعني اشتغلت على تكوين أول الدرجة الأولى، علمتهم أبجديات التمثيل وأبجديات الحركة في المسرح إلى آخره. ثم انتقلت إلى الاشتغال على بعض المشاهد المسرحية الثورية، يعني اللي تنطبق على كفاءتهم هما كطالبات. مسرحية جدا رائعة وبإمكانيات احترافية وعالية جدا. مشكورات، ورانا هنا ندعموا ونقدروا مجهوداتهم، ورانا هنا ندعمهم من أجل أعمال أخرى إن شاء الله. فاطمة بنت حمد وبنت خديجة، وكما لقبوني ولاد بلادي خولة الجزائر. تربيت على يد خويا اللي كان شيخ في الزاوية، وملي كنت صغيرة وانا نحب نحارب ونحب نجاهد. قصص تاريخية ابتداء من ثورة للان سومر إلى غاية الثورة الجزائرية، هذا ما حز في نفوس طالبات الإقامة وتقديم عرض احترافي تحت إشراف مخرج مسرحي صقل مواهبهن وركز على أبجديات العمل فوق الخشبة. كنت قد شاركت في المسرحية خالدات في الذاكرة بدور ملكة بوزيد. ملكة بوزيد هي فدائية من ولاية قالمة، وأنا أيضا من ولاية قالمة، فكان لي الشرف أني مثلت ولو القليل من أني وصلت رسالة، والرسالة هذه كانت في سبيل أنه الشهداء والشاهدات اللي ضحوا في الجزائر ما راحش دمهم السودان. بالفعل حسيت أني لبست بهذه الأزياء، حسيت روحي لبست بالفعل ملكة بوزيد، وكان لي الشرف بالفعل أني كنت هذه الشهيدة وهذه الفدائية. تجربة مليحة جدا جدا ياسر، خصوصا مع المخرج الشهير يعني كريم بوتشيش. يعني كان شرف كبير ليا ياسر اني خدمت معاه. بالنسبة للدور تاعي، حاولت نحس به على قدر من امكن، يعني قدر الامكان اني كنت عبرت على التاريخ في شمعة. الحمد لله أنه العرض اليوم لاقى قبول كبير من طرف الجمهور. كانت تجربة جميلة جدا. من ناحية الفدائية مريم بوعتورة، يعني قمت بتجسيد الدور بكل إحساس وشعور. أني استحضرت الفدائية، حسيت أنه كأني أنا شخصيا الفدائية مريم بوعتورة رحمة الله عليها وعلى كل الفدائيين. أكيد أنه العرض راح يفتح لنا أبواب كثيرة في المسرح، بحكم أنه محبين للركح وللمشاركات. إن شاء الله تكون عنا مشاريع أخرى في المستقبل. للا فاطمة سومر، مريم بوعتورة ومليكة بوزيد وغيرهن من فدائيات وثوريات وحرائر الجزائر احترفن طالبات الإقامة 9 عين البي في تجسيد هذه الشخصيات على خشبة مسرح الإقامة، مما أدى إلى تفاعل كبير من قبل الجمهور. وتبقى تضحية ثوار الجزائر راسخة في أذهاننا، ويبقى المسرح لوحة أداء لتحفيز روح الوطنية لدى أبناء هذا الوطن. الحمد لله على نعمة الحرية، وتحيا الجزائر. تحيا الجزائر،